السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين، مرحبا بكم في قناتكم. في المشرق الغربي عندهم مشكل وعندهم سؤال مطروح مع المغرب، هو علاش الناس ديال المشرق العربي في تيجيو للمغرب تيعشقوه، تيهضروا على السحر والسحر ديال المغرب، وشنو هو السحر بالضبط اللي تيهضروا عليه بالضبط واللي خصنا نبريسيزيوه هنا. النساء ديالهم تيهضروا على الكومبورتمون ديال النساء د المغرب، كيفاش أن المغربيات بالسحر ديال التربية ديالهم وبالأخلاق ديالهم وبالتصرفات الحسنة وكيفاش أنهم تيهزّوا بالراجل، خلاو أن كاع الناس يحماقوا على المغربيات ويبغيو يتناسبوا معانا. تفرجوا معايا في هاد السيدات. هذا الفيديو عتاب خاص حق بنات المغرب، ابي يوصل حق كل المغربيات. ما يصير يا بنات، ما يصير تدلعون اوفر الريال، اوفر اهتمام، اوفر دلع، اوفر ما يصير. خلكم على نفس الليفل معانا، صعبتوا الموضوع علينا. فأما الرجال ديال المشرق العربي والرجال ديال الخليج خصوصا فراه تيحماقوا على المغرب، ماشي على النساء، وإنما تيحماقوا على المغرب في الطبيعة ديالو وفي المناظر اللي يقدروا يشوفوها، لا من ناحية ديال الطبيعة كيف ما غتشوفوا في هذا الفيديو. هذا السيد هذا قال لهم انا ما بغيتش نرجع لبلادي، ما تقولوليش نرجع لبلادي، ما تقوليش توحشناك واجي وراه توحشناك وبغينا نجلسوا معاك. انا جالس هنايا في واحد البلاصه اللي قلبي ارتاح فيها ونفسي ارتاحت فيها. شوفوا معايا هذا الفيديو هذا. من سافرت قالوا هم يرسلوا لي اشتقنا لك متى ترجع متى ماني راجع ولاني مفكر بالرجعه ولا مشتاق لي يجيني ودكياني اترك هذه المناظر هذه واجي لها العجاج وهالتربان عشانك انت اشتقت لي مشتاق لي تعال لي انا ماني راجع واللي وده يرسل لي متى راجع واشتقنا لك راح احاضره لكان اترك هالجمال هذا كله علشان براطمك. لا والله عندنا كذلك الناس اللي تيقلبوا على المسائل الدينيه، الناس اللي تيجيو يقلبوا على حفظة القرآن، كيفاش ان عندنا بلاد اللي معروفه بالدين الاسلامي، معروفه بحفظة القرآن، ومعروفه بان عندنا شباب صغار واطفال ممكن اننا نزيدوهم كائمه، ائمه يصليو بالناس التراويح بالرغم انهم عمرهم صغير، كي بحال هذا الولد هذا اللي في طنجة تبارك الله عليه، واللي تيقدم المثال ديال الطفل المغربي اللي حافظ القرآن الكريم وعنده سبحانك يا جليل صوت اي واحد يتصنت له غادي يرتاح. تفرجوا معايا هذا المصري هذا الشيء يقول عاوتاني على هذا الاخ. طفل مغربي من مدينة طنجة بيصلي التراويح، إمام بإم المصلين بالتراويح. خلى الجميع بعد ما خلصوا صلاة خلى الجميع يحضنوا ويقبلوا ويقولوا بسم الله ما شاء الله عليك. مشهد رائع ومميز جدا جدا. مدينة طنجة المعروفة أنها بلد المشايخ والأدب والاحترام، وكل مدن المغرب زي كده ما شاء الله. هفرجك على الفيديو دلوقتي وعايزك توصله للجميع، علشان أنا لما أقول أن المغرب بلد القرآن الكريم في ناس كتير جدا بتضحك عليا، والإحصائيات بتقول أن المغرب أكتر بلد في العالم في حفظ القرآن الكريم. هذا الشيخ الصغير في السن متخيل عليه صوت جبار، عليه صوت عالمي، عليه صوت أسطوري، عليه صوت ما شاء الله. اسمع كده معايا الفيديو ده وبعد كده نكمل كلامنا. اسمع معايا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فلما قضى موسى الأجل وصار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها
بخبر لعلي آتيكم منها بخبر أو جدوة من النار لعلكم تصطلون. الله، لو فضلت أقول من هنا للسنة اللي جاية واللي بعدها واللي بعدها ما شاء الله مش هوفي حق المغاربة. المغاربة بلد القرآن الكريم، بلد الناس اللي ماشيين على الدين الإسلامي صح، الناس اللي ماشيين على الدين الإسلامي بما يرضي الله. قول لي كده، هو ليه العالم كله بيحب المغرب؟ فهمني، عرفني، أنا بسألك سؤال، قول لي على الإجابة، قول لي في التعليقات وأنا هقول لك دلوقتي ليه العالم كله بيعشق المغرب، ليه العالم كله بيحب المغرب. لأن المغرب ربنا عز وجل بيحبهم، ولما ربنا يحب حد بيحبب خلقه فيه. فالمغرب كل البشرية بتعشق وبتحب وبتحترم المغرب. ليه؟ علشان دول ماشيين على الدين الإسلامي صح، بلد حفظ القرآن الكريم، بلد بسم الله ما شاء الله عليهم، فأصبح العالم كله يحبهم علشان ربنا حبهم من فوق. طبيعي ان انت تمشي على الدين الإسلامي صح، فطبيعي ان ربنا يحبك، طبيعي ان ربنا يحبب فيك خلقه. وكاين كذلك الناس اللي عشقوا التاريخ، عشقوا عبق التاريخ، عشقوا التفاصيل ديال الحرفي المغربي، سواء في الصنعة ديال الزليج او لا في الصنعة ديال الخزف او لا في الصنعة ديال الخشب. وحنا الحمد لله في المغرب عندنا جميع انواع الصناعيه، عندنا صناعيه اللي تيقادوا اي حاجه، سواء كانت خشب، سواء كانت جلد، سواء كانت قبص او لا صباغه او لا اي حاجه. عندنا صناعيه تبارك الله اللي تيخرجوا من يديداتهم الذهب. شوفوا هذا السيد هذا كيفاش يهضر على الباب في المغرب، كيفاش مصنوع وكيفاش مقاد وشنو هو التفاصيل الصغيره ديالو، كل حاجه علاش ترمز. وهذا الشيء داخل في السحر ديال المغرب، وكيفاش ان المغرب تيسحر اي واحد تيجي يزور. المهم تفرجوا معايا. بنسميها الآن فاس مشهورة، يعني أبواب المنازل فاس مشهورة بهذا الصخرة وبهذا، هي أبواب قصور فاسية. هي ممكن أننا نعرف مساحة المنزل من حجم الباب، في منازل حتى 2000 متر مربع، أصغرهم حتى 80 متر مربع، هما بابين في باب واحد. نستعمل الباب الصغير كل يوم لما عندنا حفل أو ضيوف نفتح الباب الكبير. في بعض الأبواب فيهم صفيحة الخيل أو مطرقة على شكل يد. الأبواب اللي فيها الصفيحة هذه هما سكنوها الإشبيليون. والباب اللي فيها صفيحة اليد هي حتى تحفظ نفسك من العين، زي الحارس يسمى صحيفة الخيل أو المطرقة على شكل يد حتى تحمي نفسك من العين. وهذه قصور أجمل. طيب أنت قلت كيف نعرف مساحة الفناء من الداخل أو البيت؟ تتخيلها. إنه تعطيك مساحة يعني دقيقة، ولكن تتخيل حجم مساحة المنزل. يعني هذا ممكن يكون ما بين 180 و 240 متر مربع. وأغلب هذه يعني أنت تحكم على مساحة المنزل من كبر الباب حق الدار. راح نشوف خلال الزيارة أبواب مثل هذه وأكبر. توكلنا على الله. وكيف ما شفتوا معايا كان هذا هو الفيديو ديالنا، نتمنى ان يكون عجبكم. الا عجبكم ما تنساوناش باللايك والاشتراك وشي كومونتير زوين، وتحفزونا اننا نخدموا اكثر على فيديوهات بحال هادو. تحيه لكم، ليله سعيده ورمضان مبارك سعيد.